الدستور بقى هو أنا عاوز أقول الدستور مش هو اللي يجب أن يعطلنا في هذه المرحلة شهور وشهور. في دول كما نعلم جميعا ملهاش دستور، وفي دول فيها دستور من 19 مادة وغير ذلك. أنا كنت مع الدكتور عمرو موسى الأسبوع اللي فات في مجلس الشورى، وكان معي الدكتور عمرو عزت سلامة وكانوا بيتكلموا في مسألة التعليم والثقافة. فأنا قلت للدكتور عمرو يعني مش وقته، يعني إحنا عاوزين نقلص الدستور الآن فيما نحن فيه من إشكالية نظام الحكم وممارسة الحقوق السياسية اللي هي الإشكالية الحالية. إحنا مش إشكاليتنا الثقافة ولا هي التعليم ولا هي غيره. إشكاليتنا مواد معينة. هذه المواد يجب أن تحظى بمجهود لجنة ال50، لأن صناعة دستور قد يستغرق وقت كبير. ولما أعمل دستور من أكثر من 200 مادة هأوجد لنفسي ثغرات في هذه المواد، هلاقي معترضين. وقلت للدكتور عمرو أن أخطر شيء قد يحدث كثرة الاختلافات واختلافات وجهات النظر والأصوات المنادية بسقوط الدستور، فيسقط الدستور وتبقى في الحالة دي كارثة، لأن سقوط الدستور هو سقوط للثورة نفسها. فأنا وجهة نظري أن يكون الدستور مختصرا جدا، ليس فيه مجال للاختلافات في وجهات النظر. كل ما تختلف في وجهات النظر يرجع لحد ما ننتقل بالدولة إلى مرحلة استقرار وينتخب برلمان وينتخب رئيس وتكون هناك حكومة. يعني حضرتك بتفضل أن يكون الدستور ده لففترة مؤقتة أو طبعا الفترة الانتقالية بدون اللي احنا أدنى فيها، شك. ومرة تانية يكون لأن 50 شخص جاءوا في مثل هذه الظروف لا يمثلون الشعب كله كما قال أخونا الأستاذ حسن. لا يجب أن يكون الدستور شيء آخر. ومن لما نعمل دلوقتي في هذا الوقت العصيب اللي البلد فيه على بركان هذا الدستور، امال الناس اللي هيجوا بعد كده الحكومه والبرلمان والرئيس هيعملوا ايه؟ طب حضرتك اقتربت كثيرا من لجنه ال50، شفت ان ال50 عضو الموجودين في هذه اللجنه دائما بيتكلموا او بيتحدثوا او بيضعوا دستور لصالح مصر ولا صالح فئه معينه؟ شخص ما بيتحدث عن فئه معينه، شخص ما بيتحدث عن فئه معينه. حضرتك لاحظت ايه؟ هو كل واحد فيهم يحسب في نفسه انه مخلص لمصر، تمام، ويتكلم بمفهوم انني اكثر الناس اخلاصا لبلادي ورؤيتي اهي. وده طبيعه يعني العمل، لان احنا بننتقي ناس لهم رؤيه علشان رؤيتهم هي اللي تتحكم في هذا الدستور. ما بعتبرش ان في خونه، بس ممكن يكون هذا الشخص لا يعبر عن فصيل كبير من الشعب في فصائل اخرى كثيره لم تمثل وهذا الامر. احنا قلنا ان في دعوات بتنادي لانتخابات رئاسيه مبكره قبل الانتخابات البرلمانيه. لا، احنا لازم ان نحترم يعني نحترم الشكل الطبيعي للدولة طبعا. يعني ده الشكل الطبيعي. ثانيا ان في حاجه اسمها خريطه الطريق قام بها اعلنها الفريق السيسي في وجود شيخ الازهر وبابا الكنيسه والاحزاب السياسيه والجيش والشرطه والشعب كله وافق عليها. يبقى ما فيش داعي بقى لاثاره مشاكل. اما من ينادون بالرئاسه اولا اعتقد ان لهم اغراض معينه، انما الوضع الطبيعي ان يتم انتقاء البرلمان وبعد ذلك ياتي الرئيس لسبب. ومن ينادون بالسياسه ايضا ينادون بعوده الحكم العسكري مره ثانيه وبترشح الفريق السيسي لحكم البلاد او للسيطره على الشكل الموجود. هو مساله الفريق السيسي بقى دي مهمه جدا. الفريق السيسي نحن لا نقول فيه شيئا سيئا بالتأكيد. ابدا، لانه راجل وطني، وهو يعني الدعامه القويه التي ساندت هذه الثوره وجعلتها يعني تمر بدون، واعادت الكرامه مره ثانيه. ده كلام جميل جدا بالتأكيد. ولكن هل الفريق السيسي الان هو امثل الناس لقياده مصر؟ كما قال اخونا اللي في المتحدث الان، انا بقول ليس الفريق السيسي هو الامثل، رغم انه مكانه في القوات المسلحه حارس للبلاد وحارس لأمنها ورقيب على ما يحدث فيها. كما تقدم هو قال إيه؟ قال أن القوات المسلحة لا تتأخر أبدا عن الشعب، إذا ناداها الشعب فهي تلبي، ودي المهمة الأعظم حتى من الرئاسة. فمكانه هنا هو مكان عظيم جدا، وهو الراجل نفسه يا جماعة ما تقحمونيش في مسألة السياسة، أنا لن أترشح. أما لما نيجي نحط الفريق السيسي، مجرد الفريق السيسي يرشح نفسه علمنا أن هناك ما لا يقل عن 30% من الشعب هيرفضه تماما، لأنه بيعتبروه مصاص دماء وقتل وعمل. أنا ما بقولش الصح إيه، أنا بقول رؤيتهم كذا. إحنا دلوقتي في حاجة إلى رئيس توافقي، رئيس يرضى عنه العدد الأعظم من الشعب.